كل سنة وانتوا طيبين، عيد أضحى مبارك عليكم وعلى كل أمة الإسلام أجمعين. قشر الدهون قاهر للدهون. اوعي يكون عندك قشر ليمون وترميه. بالطريقة بتاعتي استخدميه. نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زيدوا النبي صلاة يا جماعة، بالصلاة على الرسول تنحل وتنفك العقد على طول. أنا قشر الليمون حطيته في حلة وحطيت معاه كام شريحة ليمون متقطعة، وحطيت عليه شوية مية وهسيبه يغلي على النار لغاية لما يستوي ويتهمك زي ما انتوا شايفين معايا كده. ولما يستوي ويتهمك ويبقى كريمي في ايدي هتشوفوا هنعمل مع بعض ايه. زي ما انتوا شايفين معايا قشر الليمون انا صفيته، ودي شوية مية خدتها حطيتها معاه زي ما انت شايفة كده. بصي الليمونة بتتهمك في ايدي والليمونة كريمة خالص في ايدي. تمام كده. دلوقتي هعمل ايه؟ انا هخلط الخلطة دي، لا اللي عندك خلاط اوكي، او عندك هاند بلندر يبقى انا هستخدمها بالهاند بلندر. تمام كده. بالخلاط حطيها او بالهاند بلندر مفيش مشكلة خالص لو عندك. تمام. هنضربها كويس جدا جدا، يعني هنخلطها كويس قوي ولغاية لما القوام معايا يبقى كريمي. وهتشوفي معايا انا هعمل ايه. زي ما انت شايفة كده القوام بقى كريمي خالص. كأني عندي معجون معجون اللي هي اللهلوبة. تمام كده. دي بقى احلى وانضف من اللهلوبة. حطيت عليها 3 معالق بيكنج باودر زي ما انتوا شايفين، وحطيت كمان معلقة كبيرة من ملح الليمون، وهقلبهم مع بعض. هيحصل تفاعل بسيط، هتشوفوا بقى التفاعل هيزيد لما هنزل عليه بربع كوباية من الخل. تمام كده. زي ما انتوا شايفين الخلطة دي جبارة، خلطة النظافة وخلطة التعقيم. هقلبها كويس وهسيبها لغاية لما التفاعل ده يهدى، وبعدين هحطها في بطرمانات وهتشوفوا معايا. انا بقى بستخدمها في ايه؟ انا بستخدمها في الاستانلس، بنضف بيها البوتاجاز، بنضف بيها حوض البوتاجاز، بحطها على صابون المواعين وادعك بيها الالومنيوم والمعالق والكوبايات واعقم مواعيني. بحطها على البوتاجاز، اغسل الاستانلس بتاع البوتاجاز، بحطها على سيراميك الحمام، سيراميك المطبخ، بحطها في خلطة المسح. تعقيم تعقيم بجد بجد. الوصفة دي جبارة ولازم تجربيها. دي خلطة النظافة، مش هتتعبي في اي دهون. خلطة كده. اعملي اللايك وما تبخليش عليا. تمام كده. زي ما انا بقولك بلمع بيها الرخامة، بلمع بيها الارضيات، بستخدمها مع البريكس 99% قاتل للجراثيم بالليمون. رائع وتحفة. هيخلي الرخامة متعقمة، البوتاجاز هيبقى زي الفل، شمعة منورة. الحوض الاستانلس هيبقى بيلمع وتحفة. دايما بنشتكي ان الحوض بيبقى مطفي، وبستخدمها كمان مع فريدة بالليمون. ده خلطة تعقيم جبارة بجد، خلطة جبارة. الخلطة دي تحفة رائعة. استخدميها وانت مغمضة. بصي بتخلي الاستانلس فلة، شمعة منورة، تشوفي وشك في الاستانلس. بجد والله عن تجربة الخلطة دي ممتازة. بغسل بيها الحمام، بغسل بيها كل السيراميك، كل حاجة كل حاجة. انا لسه ما غسلتش السيراميك، لكن انا بوريكي ان انت تقدري تدعكي بيها السيراميك، تقدري تدعكي بيها الالومنيوم، المعالق، الاستانلس، تحطيها في مية المسح، تحطيها في الغسيل الابيض في درج الغسالة الاوتوماتيك، وتحطيها مع المسحوق. يا سيدي على الجمال. شمعة منورة فلة. حطيها بقى في الكاتل، واغلي الكاتل لو الكاتل من عندك من جوه عامل رواسب. حطي معلقة وحطي عليها المية واغليها وسيبيها لما تبرد، واتفرجي على نظافة الكاتل. انا دي بجد يعني دراعي اليمين في البيت. الخلطة دي بستخدمها في كل حاجة. كل حاجة بتخلي الغسيل الابيض شمعة، بتخلي المطبخ فل بيبرق. بجد جربيها، بس ما تبخليش عليا لايك عشان يوصلك كل